ونرجع للدواء اللي خدا فيه السيد الرئيس متسعا من الوقت. حنا جبنا لكم مجموعه نتاع القرارات في الفصل 30 من مدونة الجمارك، وقلتها واعيدها انه حنا عندنا زوج الاهداف لا ثالث لهما. الاول الدول اللي تنهبطوا له الرسوم الجمركيه لان ما عندناش، خصنا نستوردوه ونستوردوه بالشفافيه اللازمه والتنافسيه اللازمه، وخص هذاك الرسوم اللي هبطنا ينقصوا في الثمن تاع الدواء. الهدف رقم 2 كل ما هو صناعه محليه اللي كاينه متطوره او لا متوسطه او لا في بدايتها غادي نحميوها ونطلعوا الرسوم الجمركيه. هذا الشيء اللي جبنا، وبعد نقاش مستفيض ودوزنا فيه ساعات قلنا لكم ودي غادي نمشيو من هنا للقراءة الثانية في هذه الأسابيع. إلا ما كانش عندنا الوضوح التام لبلوغ هذه الأهداف ما غاديش نحتفظوا بهذاك المقترحات اللي جبنا في مشروع قانون المالية. سيكون عندنا وضوح تام وكامل على بلوغ هذه الأهداف، دونك باش ما نحملوش الموضوع أكثر من الطاقة نتاعو. بالأرقام واش الواردات أكثر من الصادرات؟ نعم، ولكن راه ما يمكنش الصناعة الدوائية تحولها في سنة ولا في سنتين، ولا راه فيه واحد، راه هو اللي هو من بين الصناعات التي تتطلب تراكما صناعيا وعلميا وفي الأبحاث إلى غير ذلك. ماشي عيب، اللي عيب هو انه تكون عندنا شي صناعه دوائيه ونقتلوها بالتصدير بالاستيراد. اللي عيب هو ان يكون عندنا الدواء هنا ونمشيو نقلبوا عليه من برا. اللي عيب ايضا هو اننا نستوردوا واحد الدواء ونربحوا فيه 800% ولا 300 ولا 200. هادشي قلناه، وقلنا بانه خصو يتحيد.